كل سنة مع بداية الدوري الإنجليزي بنقول إن أرسنال فريق منافس وفريق هياخد البطولة السنة دي، وإذ فجأة بنيجي في آخر الموسم بنلاقي مانشستر سيتي هو بطل الدوري وأرسنال ما بياخدش أي بطولة، اللهم ممكن كأس الاتحاد، أي بطولة كده صغيرة أرسنال بيصبر نفسه فيها. ولكن الموسم ده تحديدا هو خليني أقول لك إن أرسنال مرشح بقوة على كل البطولات وأولهم الدوري ودوري الأبطال. أرسنال في الوقت اللي انا بكلمك فيه والوقت اللي انا بعمل فيه الفيديو ده اللي هو النهارده، تمام، راكب الدوري بفرق 7 بونت، راكب مجموعاته في دوري الابطال او في دوري الابطال راكب المجموعه. فعايز اقول لك ان ارسنال السنه دي عامل موسم تحفه، بس هل ارسنال هياخد الدوري؟ هياخد دوري ابطال؟ دي الاجابه اللي انا جاي النهارده اكلمك فيها. اهلا وسهلا بيك يا صاحبي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ويا رب تكون بخير. كالعاده معاكم عبد الرحمن، هنتكلم في الكوره النهارده. حلقه انا بحب جدا جدا ارسنال، بحب جدا جدا اتكلم عن ارسنال، بحب جدا جدا اتفرج على ارسنال، ولكن انا مش بشجعهم، مش لوالتي ليهم. انا في اوروبا بصراحه، اوروبا بالنسبه لي كلها واحد، بحب اتفرج على الكوره وبحب ان انا يعني ما فيش قيود، ما فيش نادي بشجعه بقوه زي ما الناس اللي بتشجع مانشستر وارسنال والبرشلونه والريال لا، انا عادي جدا، الناس كلها بالنسبه لي واحد. ما بشجعش غير الزمالك، هو اللي رافع ضغطنا واللي جايب اجلنا هو النادي ده، والله يعني ده هيجيب اجلنا بدري. المهم، كل سنه بقى نقول هو ارسنال هياخد الدوري ولا لا. كل سنه بنقول ارسنال ليه ما بياخدش الدوري. في الاخر خالص احنا بنتفاجئ، ايه ده؟ اوه يا طيب خليني كده اقول لك على حاجه. ليه انا بقول لك ان الموسم ده ارسنال ممكن ياخد الدوري؟ لان ارتيتا بقاله اكتر من 5 سنين تقريبا لو انا فاكر صح، هو ماسك الفرقه. كل موسم بيكتشف غلطات وبيصلحها، وبصراحه الموسم ده بالذات هم عندهم سكواد جامد قوي، سواء ال11 اللي بيلعبوا او سواء اللي على البنش بره. الاول كان في مشكله لما لعيب بيتصاب مفيش بديل ليه، يعني مثلا عندك ساكا لما بيتصاب ما كانش بيكون ليه بديل، خيسوس لما كان بيتصاب ما كانش ليه بديل، لعيبه كتيره جدا، ساليبيا لما بيتصاب ما كانش ليه بديل. فلعيبه كتيره جدا بتبقى عمدان الفرقه لما بتتصاب ما بيبقاش له بدلاء. ولكن دلوقتي وانا بكلمك ارسنال عنده بديل واثنين في كل مركز، فبالتالي ادي اول مشكله كانت بتواجه ارتيتا تم حلها. تاني حاجه، ارتيتا اخترع او مش اخترع، ارتيتا عمل اسلوب، خلينا نقول اخترع اسلوب قوي جدا واسلوب كويس جدا بالنسبه لفريق زي ارسنال. بما ان انا عندي 2 مدافعين طوال، طب انا ليه ما استغلهمش؟ وليه ان انا ما العبش؟ او ليه ان انا ما اجيبش مدرب هو مدرب للكور الثابته فقط لا غير. ودي كانت نقطه قوه عند ارسنال الموسم ده والموسم اللي فات لما كنت بتابع. وان هنقول مثلا 30-40% من اجوان ارسنال السنه دي هي اوفر، ركنيه او فاول، والكره بتخش. فده حاجه انا اقدر ان انا استغلها. طب واي نوت ان انا ما استغلهاش؟ لا اوكي، يلا هنجو اون مع بعض. دي نقطه. النقطه الثالثه واللي انا بالنسبه لي شايفها حاجه مؤثره، ان اللعيبه في نضج عند اللعيبه اللي موجوده في ارسنال، اللي هو انا مش جاي بس تقضيه واجب، لا انا جاي عايز اعمل زي ساكا، اوديجارد، خيسوس، رايا الحارس بن وايت. انا بقول لكم اللعيبه اللي انا فعلا حاسس ان فيها ايزي اللي جه من كريستال بالاس، لعيبه في نضج عندهم ان هم والله يا جدعان لا احنا عاوزين نعمل بطوله وعاوزين نجيب البطوله كبيره لفريق زي ارسنال الاول. ورابع حاجه دي اللي انا هتكلم فيها، كان بيعمل ماتشات قويه جدا قصاد الفرق الكبيره، ويجي قصاد الفرق الصغيره ممكن بيتغلب. ودي مشكله اي فريق بطل او اي فريق بينافس على البطوله، ان انت بتعمل ماتشات كبيره جدا قصاد الفرق الكبيره وتيجي قصاد الفرق الصغيره بتتغلب. وده واضح جدا في ارسنال الموسم ده، ان هو لا انا مركز على الماتشات، مركز على كل الماتشات بالنسبه لي هي كلها واحد، انا عاوز ان انا اخد البطوله. ده رابع عامل. خامس عامل وبالنسبه لي ان ده المهم، ان فكره اصلا وجود ارتيتا، يعني وجود ارتيتا في الفرقه هو ده من احد عوامل النجاح، ان انت في استقرار اداري، في استقرار فني، ما عندكش مشاكل. انت كل سنه بتلعب في دوري الابطال، كل سنه انت مرشح للدوري، فانت خلاص انت عامل لي استقرار. ممكن اللهم مثلا في الموسم ابيع لاعبين اقدر ان انا استفاد منهم ماديا، واقدر ان انا اجيب لعيبه، وده اللي احنا شفناه في الموسم ده لما جابوا ايزي بتاع كريستال بالاس.
فبالتالي كل العوامل دي بالنسبه لي هي عوامل نجاح ان انت ارسنال، نقدر نقول ان ارسنال الموسم ده هو مرشح للدوري. ولكن انا من خلال متابعتي لارسنال ما اقدرش ان انا اقول لك انا ممكن اخد دوري غير في اخر ماتش الحكم كده يصفر ان ارسنال بطل الدوري، لان كل مره بنتعشم وكل مره ارسنال ما بياخدش الدوري. دي مشكله كبيره جدا لكل جماهير الارسنال ان هو بيتعشموا بالزياده. كل سنه احنا بنقول خلاص ارسنال بطل الدوري، ارسنال بطل دوري ابطال، بيعمل ماتشات كويسه جدا، ولكن في الاخر مفيش يا اي حاجه، ويا مولاي كما خلقتني بيطلع موسم صفري. فبالتالي ارسنال انا بقول لكم اهو ارسنال مرشح قوي وبنسبه تتعدى ال 50%، ارسنال هو بطل الدوري الموسم ده. وانا بصراحه بحب جدا الانديه اللي بتقدر ان هي تنافس يبقى عندها نفس طويل، غير الانديه المتعارف عليها. يعني مثلا في انجلترا انت عندك اخر 10 سنين ممكن السيتي يكون واخد الدوري 7 مرات مثلا او 6 مرات، ودي انا ما بحبهاش، ما بحبش الاستحقاقيه في الكوره بالذات. كل حد نقدر ان احنا نتفرج ونقدر ان احنا نشوف. طيب تعالوا بقى نتكلم في حاجه تانية كده محليا. هنتكلم عن حاجه حصلت كده في الاهلي مؤخرا وفي انشقاق، يعني في ناس مع وفي ناس ضد. ايه هو اللي معه؟ هو صفقه احمد عيد. زي ما احنا ما قلنا ان امام عاشور جه الاهلي ليه، احمد عيد راح الاهلي ليه، انت فاهمني، كان معاه في الفيديو تقريبا. ولكن بصراحه انا مش جاي ان انا اكلمك في حاجه زي كده. السؤال هنا اللي بيطرح نفسه، هل احمد عيد، هل الاهلي محتاج لاحمد عيد؟ الاجابه اه، على الورق اه هو محتاج. طب هل احمد عيد هيلعب؟ الاجابه لا. ودي المشكله، طول ما محمد هاني موجود في الاهلي هو احمد عيد مش هيلعب كوره. الاسيوطي، الواد الجديد الاسيوطي ده واد كويس جدا على فكره، مش هياخد فرصه طالما محمد هاني هو موجود، ومحمد هاني هو المتولى الجزء اليمين. طيب في سؤال بيطرح نفسه لكل ما هو له علاقه بالنادي الاهلي. انا عارف ان انت يا صديقي معاك فلوس كتير، انت كنادي اهلي معاك فلوس كتير جدا على فكره من كذا مدخل. تمام، السؤال هنا فكره ان انت اي لعيب ظاهر في اي فرقه، اي لعيب ظاهر في تروح تشتريه وتجمده عندك او تطلعه اعاره، ده بالنسبه لك ده تنافسيه؟ لو دي تنافسيه اوكي، انت 10 على 10 ومش هتناقش معاك، لان انت خلاص انت شايف ان دي التنافسيه بالنسبه لك ان انا اي لعيب سوبر ستار. ما بتكلمش عن الزمالك اهو، انا بتكلم عن احمد عيد بتاع المصري، ايا كان اللعيب، عمر كمال عبد الواحد اللي انت خدته وجمدته عندك من المصري برضه. وبالمناسبه بس في موضوع المصري ده، ولا بلاش، احمد رضا بتاع بتروجيت اللي انت دخلت فيه واشتريته والواد ما بيلعبش وطلعته اعاره اهو، يعني لعيبه كتير. عمر الساعي، يعني صفقه عمر الساعي ديت بالنسبه لي صفقه غريبه شويه، كان رايح الزمالك بمبلغ واذ فجاه راح الاهلي عشان يدفع كتير، والواد ما لعبش اصلا، يعني الواد ما لعبش معاك. فانت السؤال هنا، هل انت لما اي لعيب يبقى ظاهر في اي فرقه وتروح انت تجري عليه، هل ده بالنسبه لك هي دي التنافسيه؟ لو دي التنافسيه يا صاحبي انت جود. لو دي مش التنافسيه ناقشني بقى، تعال قول لي اصل انا باخده عشان ان انا اقلل من قوه المنافسين بتوعي. طبيعي وش اهو. يبقى انت كده كنادي اهلي عشان انت معاك فلوس ومعاك المصدر، فانت بتقلل من تنافسيه اي فريق يقدر ان هو ينافسك في اي شكل في اي بطوله. تمام، بس دي بس نقطه محتاج ان انا اوضحها. وطبعا في تذكير محتاج ان انا اقوله يا صديقي العزيز ويا مشاهد الجميل انت، عشان بس موضوع كاس الامم ده ما ياخدناش. الاهلي خرج من كاس مصر على يد المصرية للاتصالات اللي بيلعب درجة تانية او تالتة تقريبا. ده تنويه، الو، ده بس معلومة محتاج ان انا اوضحها. الاهلي خرج من كاس مصر من المصرية للاتصالات. شكرا، شكرا جدا ليك، وانا بعتذر جدا جدا لو كان في اي اطاله. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان نقدر نكمل مع بعض. كان معاكم عبد الرحمن، وان شاء الله الحلقات الجايه كتير هنتكلم عن بعض الانديه اللي انا بحبها واللي انا بحب اشوفها، يعني